حاجات كده صغيره وتمنها بسيط، بس وجودها في يومي بيفرق معايا اكتر من الحاجات الغاليه. جربت منتجات كتير، بس الخمسه دول اللي دايما برجع اشتريهم تاني، وكلهم تحت ال50 جنيه. اول منتج معانا كريم مرطب كير اند مور، حرفيا مش بيغيب عن الترابيزه اللي جنبي. في منهم روايح كتير وكلهم ريحتهم حلو. اول ما بخلص شغل المطبخ واغسل ايدي على طول باخد نقطه وارطب ايدي كلها. خفيف وسريع وبيخلي الايد ناعمه طول اليوم. تاني حاجه زبده كاكاو لونه ب 24 جنيه، ما بقدرش استغنى عنها خصوصا في الشتاء. بيرطب الشفايف وبيدي لون خفيف كده وناعم، بيخلي الشكل صحي وشيك من غير مكياج. تالت حاجه كريم كرباميد، الحجم الصغير ب 35 جنيه، وده بقى سحر. بيمنع تشققات الكعبين، ولو حطيتيه ولبستي عليه شراب قبل النوم اتفرجي على النعومه والجمال من اسبوع واحد بس. رابع حاجه ايفا سموكر وهو ب 46 جنيه. هي مش للمدخنين بس، دي بودره بتشيل الصفار اللي بيجي من الشاي والقهوه، وبتستخدميها مرتين او 3 في الاسبوع بس. ما تكتريش عشان هتعمل مشاكل، بس هتفرق مع اسنانك فعلا. 5 حمام كريم فاتيكا بزيت الارجان او المايونيز، الحجم الصغير 250 جرام ب 50 جنيه. جربته وادمنته. في الشتاء بستخدمه مره في الاسبوع، وفي الصيف مرتين. بيرطب شعري كويس جدا، وسعره احسن من منتجات تانية بكتير. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عن منتجات تحت ال50 جنيه ما بتقدروش تستغنوا عنها، وانا هجربها واقول لكم رايي.